يا جماعة، بداية الربح من الفراخ البلدي يبدأ من اللحظة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال، معاك أخوكم أبو ياسين من قناة غاوي خسارة بمزاجي. النهاردة بإذن الله هقول لكم على الكلام اللي محدش بيقوله كتير، السر اللي بيخلي الفراخ البلدي بإذن الله تربح. بإذن الله السر ده اللي يبدأ من اللحظة اللي حضراتكم شايفينها دي بالظبط. دول دفعة من الكتاكيت اللي طبعا هم أغلبهم بلدي، علشان دول نبدأ بيهم المشروع أو السلسلة اللي هي من الألف للياء زي ما مكتوب. ويوم ورا يوم بإذن الله هنقول لكم كل الأسرار. بص يا أبطال، هنا مفيش فهلوة. هنا هنمشي خطوة بخطوة من أول بإذن الله الكتكوت وهو في الصندوق زي ما انتم شايفين، لحد ما يبقى قدامكم واقف زي الأسد، إن كان ديك أو إن كانت بالونة تبقى ملوى هدومها كده وكويسة. هقول لكم إن شاء الله الأكل والتحصينات، النظافة، كل حاجة. وأقول لكم كمان العيوب اللي هي بيها بتضيعوا فلوسكم، والحاجات اللي بتخليك إن شاء الله تكسب بقى من غير ما تزود لا علف ولا تتعب نفسك زيادة عن اللزوم. عايزكم بس انتوا إن شاء الله أول ما تستلموا الكتاكيت، أول حاجة لازم تركزوا عليها الحاجات دي: النشاط بإذن الله ليهم، تكون عينيهم لامعة، مفيش أي إفرازات لا في الأنف ولا في عينيهم ولا الكلام ده كله. طبعا يكون مخرجهم ناشف، السرة عندهم ملتئمة، بطنهم مشدودة. الحاجات دي كلها لو لقيته في لا مؤاخذة كتكوت كاشش، كتكوت قاعد مريح كده، ده استثنوه خالص من بداية الدورة، لأن ده اللي من بدايتها كده هيتعبني. الشطارة يا اخواتي مش في العدد وإن أنا أربي كتير، الشطارة في اللي هيكمل معايا ويكمل لآخر الدورة ويكسبني. الصندوق اللي حضراتكم شايفينه ده مش مجرد صندوق عادي، ده أول بيت ليهم، لأول بيت للكتاكيت. فأول بيت ده لازم يبقى أنا موفر له الدفع، لازم تكون ناشف، ما فيهوش هوا ويجيب لهم بالذات خصوصا في الشتاء. أنا عامل فرشة ناعمة درجة حرارة محسوبة. بص هقول لكم على نقطة مهمة جدا: أول 48 ساعة بإذن الله هم دول اللي أهم 48 ساعة هم في حياتهم. لو عدوا صح معاكم انتوا كده هتكونوا عديتوا تلات ارباع الرحلة، وصلتوا منهم لبر الأمان. لما أولا لما الكتكوت بيوصل عندي هنا في الصندوق، لازم اديله محلول جفاف مع المية، والعلف لازم العلف الناعم. طبعا ما اجيبش علف والسلام، عشان انا في الاخر ما الاقيش نفسي مضروب في الحيط. جيب حاجة محترمة وحاجة نظيفة. مش مهم العدد زي ما فهمت لكم، المهم ان هم يطلع بيهم حاجة كويسة وحاجة تشرف وحاجة محترمة. انا معاكم يوم بيوم ان شاء الله، هوريلكم السلسلة دي مش مجرد ان انا تربية، دي حياة كاملة هنعيشها مع بعض من اول النهار لغاية لما يطلع احلى فراخ باذن الله واحلى بيض قدامكم باذن الله رب العالمين. قولوا لي في التعليقات نركز عليه ايه اكتر، يا ترى على التحصينات ولا على النمو ولا على التغذية. ما تنسوش كل خطوة جاية هتفرق معاكم عشان تكملوا باذن الله رب العالمين. وانا مستنيكم باذن الله في الخطوة الجاية عشان نقول كل الاسرار. الفضل وليس امر الاشتراك واللايك والشير. صلوا على حبيبكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أهم حاجة التنفيذ، الخطوات اللي أنا بقولها تكون بدقة محسوبة، عشان خاطر كل حاجة هتفرق معاكم. واللي هيكمل السلسلة للآخر بإذن الله هتشوفوا. تنسلوش في الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.